السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو بتاعنا النهارده مختلف. فيديو بتاعنا جولة النهارده في درب سعادة. انا طبعا بنزل محطة العتبة. من محطة العتبة بسأل فين جامع البنات لو انتي مش عارفة. جامع البنات بيبقى على شمالنا. بمشي في الشارع ده على طول. بيبقى في وشي طبعا مول الازهر، تحت طبعا الجراج لو معاكي عربية. الجراج طبعا موجود. بتدخلي طبعا في الشارع، بتمشي على طول. كل مول الازهر ده والشارع ده كله مليان طبعا محلات جملة وقطاعي. انا طبعا ده المحل اللي انا بتعامل معاه بصراحة ليا فترات طويلة جدا، يعني تقريبا سنين بتعامل معاه. عنده جميع انواع الرفايع اللي انتي تحتاجيها واللي تحتاجها كل عروسة. يعني عندك هنا مثلا دي مبشرة الشيبسي، قطاعات العجين، شايلة البسبوسة، قطاعات الترشي بمقاساتها وخامات حلوة جدا على فكرة. هنا طبعا المخرطة موجودة برضو، اللي هي المخرطة الألوان. ده مكبس البرجر اللي أنا وريتهولكوا قبل كده، عامل 55. هنا دي تشكيلة القطاعات العجين كلها. البلابل الروسي أنا كنت جبتها، الطقم جبته عامل 120 جنيه، يعني القطعة وقع عليا ب10 جنيه. دي المردنة عاملة 60 جنيه اللي أنا وريتها لكم برضو قبل كده. دي كل المعالق، تشكيلة المعالق السيليكون الاسباتيولا، كل التشكيلة اللي تحت دي عاملة 17 جنيه القطعة. الجوانتي السيليكون فيه طبعا نازل دلوقتي برضو المبطن من جوه، جميل جدا. انا ما بستغناش عنه بصراحة في المطبخ خالص الجوانتي السيليكون. طبعا تشكيلة المضارب كلها بمقاساتها والوانها الاستانلس وعندك برضو الالوان. دي كل مقاسات السكاكين طبعا، الترانش والصغير وكل المقاسات اللي انتي ممكن تحتاجيها. عنده برضو تشكيلة قوالب كب كيك. نازلة طبعا الملونة دي جميلة جدا وخامتها حلوة جدا على فكرة وتقيلة. 12 دي ال 12 عين، دي اللي هي اللي احنا كلنا عارفينها طبعا. في طبعا قالب الانجليش كيك ده الصغير، وعنده منه برضو المقاس الكبير. انا طبعا ما عرفتش اخد كل الاسعار لان الحاجات كتير جدا والدنيا كانت زحمة بصراحة، فما عرفتش اخد كل الاسعار بصراحة. ده اللي هو الكب كيك الستة، الالوان بتاعته اهي. ده قالب كيك، اللون البينك بصراحة من الالوان الجميلة جدا. دي تقريبا عاملة في حدود 85. برضو دي صواني البسبوسة والبيتزا تقيلة جدا على فكرة وخامتها حلوة. ده المقاس الكبير منها. دي تشكيلة المصافي الألوان برضو، دي اللي أنا كنت جبتها قبل كده ووريتها لكم، دي عاملة 55. والصفرة دي برضو نفس السعر. في بقى المقاسات الأكبر، كل ما المقاس بيبقى بيكبر السعر طبعا بيزيد. دي المصافي الصغيرة كل مقاساتها. برضو دي الناحية التانية في نفس المحل. دي المبشرة 45 جنيه. عنده برضو الشواية الجريل اللي على البوتاجاز جميلة جدا. دي القمع الاستانلس بتاع الكنافة والمعجنات. ده بقى ميزان انا مسكته، الميزان ده ليه خطاف من ورا، بتعلقي فيه الكيس، بيديكي من قدام كده وزن الكيس اللي انتي حابة توزنيه. عامل 120 جنيه الميزان ده. دي تشكيلة الرفاية كلها برضو قطعات البسبوسة برضو الماسك هنا فيه مقاسين، المقاس الصغير ده ب20، المقاس الكبير 25.
وده طقم السيليكون. دي البلاب الروسي اللي قلت لكم انا جبتها قبل كده، عامله الطقم عامل 120 جنيه. طبعا دي بقت تشكيله السكاكين. دي بقى سيبرتاية عجبتني جدا بصراحه، دي عامله 85 جنيه. موجود معاها من غير الصينيه، طبعا الصينيه لوحدها، الصينيه السكريه. السكريه دي بتاعتها نفس اللون. والكنكه برضو نفس اللون. بس كل حاجه من دول سعرها لوحده. انت حابة ان انت تجمعيهم كطقم براحتك. طلعنا احنا برا كده، دي تشكيلة المقصات كلها بكل مقاساتها. برضو في تشكيلة مصافي غير اللي جوه. هنا من تحت في الأكياس الحلواني. القواعد برضو السيليكون، السكاكين الستانلس. دي الشواية الجريل اللي انا بستعملها عندي في المطبخ. بصراحة جميلة جدا وتقيلة وخامتها حلوة جدا. انا يوم ما جبتها بصراحة جبتها ب140 جنيه، حاليا هي عاملة 160. طبعا عنده برضو ورق الزبدة والمقاسات الأكياس الحلواني بكل مقاساتها. دي شيالة البسبوسة. قوالب الكب كيك طبعا نازلة منها أشكال جميلة جدا بصراحة. في منها السيليكون، ودي الورق. عجبني جدا الهون الجرانيت ده بصراحة تحفة. عامل 65 تقريبا أو 85، مش فاكرة. بس تقيل جدا بصراحة وخامته حلوة جدا. دي مبشرة جوزة الطيب. وده المغناطيس بتاع التلاجة. دي القطعة عاملة 5 جنيه. هنا برضو عندنا دي قواعد اللي نازلة دلوقتي، قواعد الخشب بألوان مختلفة طبعا. المدورة وفي المربعة. دي برضو قواعد للسخن، النشابة، حامل المناديل الخشب والاستانلس. ده مدق البفتيك. ده طقم استانلس 4 قطع، ده عامل تقريبا 150 جنيه. المنخل ده بقى طقم 6 قطع عامل 48 جنيه. براد بايركس. انا كده سبت المحل فاتجهت برضو لقدام شوية. ده باسكت صغير ممكن يتحط على المكتب، ممكن تحطي فيه حاجات للأولاد. ده عامل 21 جنيه. الحامل بقى البنك ده عامل 70 جنيه. تستعمليه في المطبخ عندك، من فوق كطقم توابل، ومن تحت بتحطي فيه الرول بتاع الكيلينج فيلم. طبق التورته ده عامل 65 جنيه. مقاسه حلوة. طبعا الشارع ده كله رفايع، بيبيع جملة وقطاعي. يعني بصراحة الشارع مليان، يعني لو أي عروسة هتروح بجد. ده برضو عجبني جدا. دي بتتحط على الحوض، بتصفي فيها أطباق، بتصفي فيها كوبايات. بصراحة جميلة جدا. دي عاملة 20 جنيه. وأزايز المية طبعا زي ما انت شايفة. أزايز المية دي أنا جبت منها الإزازة عاملة 8 جنيه. الإزاز زي ما انتم شايفين. طبعا الدوائر بكل أشكالها. قوالب الكب كيك السيليكون والورق برضو أشكال كتير جدا. انا طبعا معرفتش اصور اسماء المحلات لاني حسيتهم ان هم اتضايقوا ان انا بصور. دي برضو علب توابل او خزين. قوالب الشوكولاتة دي انا كنت جبتها قبل كده عاملة 15 جنيه.
دي خامتها جميلة جدا على فكرة. دي تقريبا برضو عاملة في حدود 22 الواحدة، والوانها جميلة برضو. يعني احلى حاجة فيها بقى الغطا بتاعها، النظام كبس يعني، محكمة الغلق. زي ما انت شايفة كل ده بلاستيكات طبعا. ده علب الخزين تحت المطبخ، زي ما انت شايفة كده. ازايز المية برضو بكل اشكالها والوانها. هنا عندي دي العياشة. دي مقاسين، ده المقاس الصغير عامل 35 جنيه. جميلة برضو، خامتها حلوة جدا. ده صاحب المحل ده بصراحة، وانا بصور حسيت برضو ان هو اتضايق ان انا بصور، معرفش ليه. عنده برضو دي علبة البيض. بتجيبي طبعا بتجيبيها بتحطي فيها البيض، بس انا حسيت ان هي بصراحة ملهاش اي لازمة. دي قاعدة كوباية سخن. دي ب5 جنيه القاعدة السيليكون دي الصغيرة. عنده بقى تشكيلة للمغناطيس جميلة جدا، واشكالها حلوة خالص. دي عاملة 15 جنيه. يعني بصراحة عنده تشكيلة حلوة جدا. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.